أصعب مرحلة هتواجهك لو بناتك فجأة اتلاقيتيهم وصلوا لسن المراهقة. بناتك ولاد امبارح اللي كنت بتجري وراهم وبتغيري لهم البامبرز وبتأكليهم، فجأة كبروا وفجأة بقى عندهم شخصية وبقى ليهم ذوق وبقى ليهم رأي، تتكلمي معاهم ما بيسمعوش، بقوا شايفين نفسهم وحاسين ان هم كبروا. بنتي وهي في سن المراهقة انا اتعامل معاها ازاي وازاي اكسبها واجيبها على حجري كده ونبقى انا وهي صحاب. لو ما وصلناش لفكرة ان انا وهي نبقى صحاب، على الاقل ما يبقاش في مشاكل ما بيننا. لكل ام عندها بنات في سن مراهقه، اكيد انت وقعتي في حاجات انا وقعت فيها، ما هو انا كمان ام ولسه برضو بتعلم في حاجات انا وقعت فيها كتير في التربيه، بس بحاول اتفاداها وبحاول اتغير، بحاول اطور من نفسي في التعامل، بحاول اكسب بناتي، بحاول اتصاحب عليهم. يمكن الموضوع في الاول بيبقى صعب بس عايز قرار منك واراده عشان تاخدي خطوه صح تجاه الموضوع ده. يا اهلا وسهلا، ازيكم؟ انا مروه ودي قناتي كوبايه قهوه مع بيرو. ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناه وسيبوا لنا تعليق وهنرد عليكم. ويلا بينا نشوف الفيديو النهارده لانه فيديو مهم جدا، ازاي اتعامل مع بناتي في سن المراهقه وازاي اقرب من بناتي في السن دوت. الفيديو النهارده فيديو بالنسبه لي خاص قوي، كلام النهارده هيلمسني قبل ما يلمسكم، لان انا وقعت في اخطاء في التربيه وهتكلم معاكم فيها دلوقتي، وازاي تتفادي الاخطاء دي مع بناتك علشان تبقوا صحاب وعلشان تقربوا من بعض. اصعب حاجه بتقابل اي ام بناتها كبروا فجاه وبقوا طولها ان كانت هي المسيطره، كانت هي اللي بتؤمر وتنهي، هي اللي بتقول اعملوا ده وما تعملوش ده، هي اللي بتحرك الدنيا بطريقتها وباسلوبها وبمنهجها. لما بناتي كبروا اكتشفت ان الوضع اتغير، بقى ليهم شخصيه وبقى ليهم ذوق وبقوا بيختاروا هم وبقوا ساعات يرفضوا حاجات انا بقول لهم عليها. بناتك في سن المراهقه اتغيروا، اقبال التغيير دوت. بنتي وصلت لسن المراهقه يعني بنتي اتغيرت، لو انت ما قبلتيش التغير ده هتتعبي واستحاله تبقي اصحاب انت وبناتك. تقبلي فكره ان بنتي اتغيرت، بنتي بقى صوتها بيعلى شويه، بنتي هرموناتها بقت بتاثر عليها، لازم تتقبلي فكره ان مودها بقى بيتغير وان مزاجها بقى متقلب. لو انت ما قدرتيش الحته دي يحصل صدام بينك وبين بنتك. اكتر حاجه السن ده محتاجها منك كأم هو الصبر وطولة البال. لو انت ام مستغربه ان بناتك بقى ليهم اسلوب مختلف، بقى ليهم ذوق، بقوا هم اللي بيختاروا، بقى ليهم شخصيه مستقله، بقت ليهم خصوصيه، لو انت ما احترمتيش الحته دي في بناتك تتعبي. طب اعمل ايه؟ ادي لهم مساحه بقى واعيش معاهم كده الجو بتاعهم. ده انت بالعكس اشوف بنات الجيل الجديد بيحبوا ايه وبيكرهوا ايه. بنات الجيل الجديد المتغيرين اللي افكارهم متفتحه، اللي افكارهم مختلفه عن ايامي، بيعملوا ايه؟ لما بييجوا يتكلموا بيتكلموا ازاي، بيحبوا يلبسوا ايه. انت تدخلي في الجو بتاعهم، لما انت تدخلي في الجو بتاعهم انت هتصاحبيهم، انت هتبقي جزء منهم، بالتالي اي حاجه هيجيبوكي معاهم فيها لان انت مقربه منهم ومتصاحبه عليهم. لكن لو انت معترضه على فكره ان الجيل مختلف، ازاي نمشي على تفكيرهم، جيل متطلب، جيل عايز يلبس وعايز يبان، ايامهم غير ايامك، وضعهم غير وضعك، الجيل بقى كده، ده حكم الامر الواقع. لازم تتفاعلي مع الموجود ولازم تتفاعلي مع الواقع اللي انت عايشه فيه. بناتي في جيل مختلف فلازم اتماشى معاهم. انا عايزاكي تمشي بنظام واحد اسمه اهم حاجه بنتي ما تضيعش مني، بنتي ما تخرجش عن حجري. تختلفي انت وهي، ساعات تضربيها، ساعات ايام ما تكلموش بعض، ساعات يحصل خلافات، بس المهم في النهايه بنتي ما تطلعش بره حجري. بنتي في النهايه حبيبتي وصاحبتي، هي سندي وانا سندها، هي سري وانا سرها. بنتك ما تخرجش من بين ايديكي. لو بنتك ما حستش منك انك ام وصاحبه، بنتك هتطير من بين ايديكي. لو بنتك طارت من بين ايديك انت عارفه ايه اللي مستخبي بره؟ انت عارفه بنتك مستنيها ايه بره؟ ده في كوارث بره، ده الصحاب بتبوظ بعض، ده الصحاب بتفسد بعضها، ده ممكن تخليها تتعاطى اي حاجه، ده ممكن ولد يضحك عليها. انت ما انتيش متخيله الانحطاط اللي احنا وصلنا له والمستوى الاخلاقي المتدني اللي بقت الناس فيه. هتسيبي بنتك لمين بره؟ خلي بالك بنتك ما تخرجش بره حجرك، بنتك ما تخرجش بره حضنك، دي اهم حاجه. انا عايزاكي تحفظي الحته دي الاول، وبعد كده بقى هناخدها خطوه خطوه في التربيه. ازاي اقرب بنتي مني، ازاي ما اكونش ام قاسيه، ازاي ابقى ام مستمعه لبناتي، دي هناخدها بعدين. اول خطوه تعمليها عشان تتصاحبي على بنتك وتبني علاقه بينك وبين بنتك ناجحه، تسامحيها. لو انت من الامهات اللي بتوقفي على الغلط استحاله بنتك تقرب منك. تخيلي ان انت طول الوقت لو بنتك كسرت كوبايه، لو بنتك عملت حاجه غلط بره، لو بنتك سمعت ان هي اتسرعت في موقف، لو انت بتطلعي تاكلي بنتك
او بتطلعي تهينيها وتبهدليها وتخصميها بالايام. هل بنتك هتبقى صاحبتك؟ طب بنتك لما تقع في مشكله تفتكري هتجري عليك انت؟ استحاله. ممكن تجري على خالتها، تجري على عمتها، تجري على مامه صاحبتها، بس مش هتجري عليك انت. انت ما خليتهاش قريبه، انت خليتيها بعيده. علشان تقربي بنتك لازم تحسي من امها ان هي بتعدلها، ان هي بتسامحها، ان هي بتلتمس لها اعذار. لكن فكره التلاكيك وفكره ان اي غلط بنتي تقع فيه اطلع اشنقها، دي استحاله تقرب بنتك منك. بنتك في النهايه ايه؟ بني ادمه ليها ما ليها وعليها ما عليها. هل انت قدها ما غلطتيش؟ هل انت طلعتي بتفهمي كل حاجه وبتعرفي تطبخي وبتعرفي تروقي وبتعرفي تتعاملي مع الناس؟ ده احنا لغايه النهارده مش عارفين نتعامل مع الناس، ده احنا لغايه النهارده بنحاول نتعامل مع البشر. لو انت ما كنتيش الصدر الحنين لبنتك، مين هيحن عليها ومين هيطبطب؟ مين لما بنتك تغلط هيعفو عنها ويسامحها؟ لو ما كنتيش انت امها اخده بايديها وبتعدلها وبتقرمش لها وبتفوتي. ما انت الام هي اللي تضم ولادها ليها. الام هي الحضن الكبير، مفيش بعد الام حبايب ومفيش بعد الام حنيه. لو بنتك ما حسيتش منك انك بتعدلها، وان هي لما تيجي تشتكي او تيجي تبكي، لو انت ما لمتيش بنتك، لو انت ما طبطبتيش، لو انت ما قلتلهاش معلش، لو انت ما ساعدتهاش في حل المشكله، بنتك هتروح لمين؟ ده هتبقى بنتك اتظلمت معاكي. حاولي لما بنتك تجيلك في مشكله او تجيلك في حاجه غلط هي عملتها، تجيبيها تجيبيها ليكي، تفهمي عقلها، تفهمي عقليتها، تفهمي هي ليه عملت كده، ساعديها، وقفي جنبها. الحياه صعبه، والحياه بره غير البيت. الحياه بره مختلفه، بتشوف عالم مختلف، بتشوف صحاب مختلفين. العالم بره بيبقى جزء من تربيه بنتك، فبنتك بتتلخبط، مش عارفه تعمل ايه، تتصرف ازاي، هي صح ولا هي غلط. اخطر سن على البنت سن المراهقه، ده سن بيبقى مفصلي في حياتها. فخلي بالك تبقيش انت والزمن على بنتك. من الحاجات التانية اللي تخلي بنتك تحب تقرب منك قوي وتحب تبقي انت صاحبتها، لما بنتي تيجي تتكلم معايا عن صحابها مثلا، عن موقف حصل في المدرسه، عن موقف حصل وهي راكبه الميكروباص، عن موقف في الشارع، اسمعي بنتك، اسمعيها وبس. يبقوا عايزين يتكلموا، عايزين يعبروا. واحمدي ربنا لو بنتك من الناس اللي بتيجي تحكي، ان بنتك من الناس اللي بتعرف تعبر. ده في بنات عندها توحد، ده في بنات عندها مشاكل نفسيه ما تعرفش تفتح بقها اصلا. لو بنتي بتيجي تتكلم وتيجي تاكل دماغي اسمع لها. لما بنتي تيجي تتكلم معايا في حوار او في كلام ما يساويش ربع جنيه، انا اسمع لها، انا اديها اهتمام، حتى لو انا مش فاضيه، وحتى لو انا شايفه الموضوع قمه في التفاهه، اسمعي لها. هي عايزه تفضفض وبس. اول ما تفضفض هترتاح، اول ما هترمي السم اللي في قلبها هترتاح. اسمعيها وبس، خدي منها وبس. كمان من الحاجات التانية اللي تقربك من بناتك قوي، حاولي تشاركيهم صحابهم. يعني بنتي نازله مع اصحابها، فكل ما تيجي تنزل بنتي تقول لي ماما تيجي معانا، ماما تيجي تقعدي مع مامة صاحبتي. ما ترفضيش، ما تقوليش انا ما اعرفش الناس دي، ما تقوليش انا مش اخده عليهم، اصل انا مش اجتماعيه، اصل انا مش عارفه اجي اقعد معاهم. انزلي مع بنتك. مره بنتك نازله مع اصحابها يتفسحوا، نازلين شله. المره الثانيه بنتي بتقولي تعالي اقعدي مثلا مع مامة صاحبتي، انزل اقعد معاهم، اتعرف على الناس، اتعرف بنتي بتتعامل مع مين، افكار الناس اللي بنتي بتتعامل معاهم عامله ازاي، اسلوبهم ايه، معدنهم ايه. اقرا الدنيا اكتر من بنتي وهبتدي اوجهها صح. ما هي بنتي برضو مش هتفهم زيي، انا ليا تجارب، انا ليا مواقف، انا اتقرصت من ناس كتير، فهمت الدنيا شويه عن بنتي. فاكيد لما تيجي تقعدي بقى كده مع اصحابها هتفهمي اصحابها اسلوبهم عامل ازاي، طريقتهم مناسبه طريقتنا. ما هي كل الحاجات دي اللي بتربي بنتي، بتخلي بنتي في النهايه صح او غلط. فما تستهونيش بالحته دي. اي حاجه بنتك عايزاكي تبقي معاها خليكي واقفه في ظهرها، خليكي سند ليها. ما تحسبيش نفسك امها، احسبي نفسك ان انت اختها. حسسي بنتك ان انتوا قريبين من بعض قوي، ان انتوا ما بتتفرقوش الا ساعه النوم. طول ما انت بتعملي كده بنتك هتبقى قريبه منك وبنتك هتبقى صاحبتك. واحنا بنربي بناتنا بيقع مننا حاجات زي ايه مثلا؟ ساعات بتبقي انت مضغوطه، ساعات متشاكله مع باباها، فتيجي بنتك تكلمك تطلعي عليها الضغط العصبي اللي عندك، فتتعصبي تقولي كلمتين ما لهمش لازمه، تكسري لها حاجه من حاجاتها، تعملي اي موقف في الاخر ما كانش مستدعي. لما تعملي كده مع بنتك وترجعي تهدي، انا عايزاكي تروحي لبنتك تتكلمي معاها وتقولي لها انت لما جيتي كلمتيني في الوقت ده انا كنت على اخر، ما كنتش متحمله كلمه، فمعلش خرجت عصبيتي عليكي. راضي بنتك وصالحيها. بنتك هتقرب منك وتحترمك لو حست ان انت بتقدري مشاعرها، بتحترميها، بتفرق معاكي. بنتك هتحبك قوي. وعايزاكي تفهمي بنتك برضو ان مهما انا اتعصبت عليكي ومهما خاصمنا بعض
ومهما حصل من اي حاجه ما بيننا انت هتفضلي نور عينيا، انت هتفضلي ضحكه ايامي، انت هتفضلي الاولويه. انا ما عنديش حد اغلى منكم، انا كل حياتي ليكم، انا سندك وانا ظهرك وانا امك وانا صاحبتك وانا كل حاجه. انا عايزه اقول لكم على حاجه، ان انا كان معايا الله يرحمها، ما تنسوش ماما بالرحمه، ربنا يجازيكم كل خير. انا كان معايا كانت بتمثل لي العالم، ست مش متعلمه، ست على الفطره، بس عايزه اقول لكم كانت عيله. امي دي كنت بعتبرها خاله وعمه واخت وصاحبه وحبيبه وقريبه، كل حاجه. كنت بحس ان امي دنيا لوحدها، وكانت مكفياني عن العالم كله. انا ماليش اخوات بنات، انا ليا اخين ولاد وانا بنت وحيده. عمر امي ما حسستني ان انا بنت وحيده، بالعكس، كانت بتحسسني ان انا اغلى حاجه عندها، ان انا دنيتها. كانت بتحسسني ان انا رقم واحد في حياتها. من صغري كنت انا شايله المسؤوليه، مسؤوليه البيت ومسؤوليه اخواتي، رغم ان انا البنت الصغيره، بس كانت معلماني المسؤوليه. ازاي اقف في المطبخ واشتغل، ازاي اروق البيت، ازاي لما تحصل مشكله اتكلم واحلها. فمن صغري بقيت واعيه لحاجات مش في سني، فعلمتني ازاي ابقى ست بس ب 100 راجل. اي واحده مامتها عايشه عندها كنز هي مش فاهماه. فكره ان امك عايشه، استغليها، خليها تدعي لك، اقعدي تحت رجليها، اعملي لها اللي نفسها فيه. مهما تكون مامتك صعبه، مهما تكون مامتك مش حنينه، حاولي على قد ما تقدري تكسبي رضاها. انت اللي هتستفيدي. لو بنت عنيده او بنت عصبيه، لازم تلاقي امها بتمتص غضبها، بتمتص عصبيتها. لازم تبقى انت بالنسبه لها الاستقرار، انت بالنسبه لها الموجه الرايقه. لكن عصبيه قصاد عصبيه، صوت عالي قصاد صوت عالي، معناها ان العلاقه ما بينكم اخذت شكل تاني، شكل اندفاعي وشكل عدواني. استحاله تتصاحبوا على بعض ساعتها. لو انا ام ذكيه اعرف اسيطر على غضب بنتي ذكاء. مش واحده بقى في التعليقات تقول لي يعني خليها يا مروه تعلي صوتها عليا. لا، انا ما اقصدش كده، انا اقصد ان ولادنا بيقع منهم ساعات حاجات، زي فجاه تلاقي صوتها عالي، فجاه تعترض، فجاه ترفض. لما الاقي بنتي وصلت للحته دي، انا ما اعليش، ما زودهاش، ما زودش عصبيتها، ما زودش نرفزتها، اخدها على الهادي. ما هي بنتي لسه بتتعلم، بنتك بتشوفك. هو انت بتديري المشاكل ازاي؟ 24 ساعه سويت، 24 ساعه مكتئبه، 24 ساعه بتعيطي، ولا بتاخدي الامور ببساطه، بتعرفي تعدي، بتعرفي تجيبي المشاكل ورا ظهرك. بنتك بتتعلم منك طول ما انت قدوه لبنتك. بتعرفي تتصرفي في المواقف صح، بتعرفي امتى تتكلمي، بتعرفي امتى تعدي، بتعرفي امتى تتفاهمي. كل ده بنتك بتاخده منك. ما هو انت مرايه بنتك، رغم ان انت الام وانت اللي فاهمه الصح من الغلط وانت اللي هتعرفي تديري، بس ساعات بتعملي غلط كده، انك بتفرضي الحاجه عليها. هي في السن ده ما بتحبش الاوامر، ما بتحبش الفرض، بتحب الاخذ والعطاء، بتحب نتناقش، بتحب الموضوع يبقى بهزار. بدل ما تقولي لها حالا الاوضه تتعمل، لا، انا ممكن اجيبها بطريقه ثانيه. ممكن اقول لها انت امبارح ما عملتيش اوضتك، اوضتك ما كانتش حلوه امبارح، انا عايزاكي بقى النهارده توريني جمال الاوضه بعد ما تروقيها. الفرق في الاثنين ان هنا حست ان انت بتامريها، وهنا حست ان انت بتشجعيها، وعلشان كده هتقوم تشتغل وهتطلع احسن ما عندها. امتى شد وزعق؟ لما الاقي بنتي ما بتسمعش الكلام خالص، لما الاقي بنتي الدلع زاد عندها، ابتدي بقى هنا شد شويه. وبعد برضو لما شد اضحك واهزر ونجيب حلويات ونقعد نتكلم ونفتح مواضيع ونتفق على حاجات مع بعض وتمشي الدنيا. ما هي الام الذكيه اللي تعرف تشد امتى وامتى ترخي. اللي حلو قوي تعمليها مع بنتك ان انت تضخمي وتفخمي من ايجابياتها. تلاقيت بنتي قايمه لوحدها الصبح تساعدني في المطبخ، اشكرها، احفزها، اقول لها برافو عليك. انا نفسي بعمل كده مع اولادي، لما الاقي بنت من بناتي قايمه من النوم الصبح داخله على المطبخ تغسل الطبقين والكوبايتين اللي فطروا فيهم اللي اتعشوا فيهم، انا بشكرها. بس بشكرها ازاي بقى؟ اقول لها ايوه كده شاطره، عشان لما تتجوزي وتفتحي بيت تبقي شاطره وتبقي ام واعيه وتبقي ام نظيفه. لهم التليفون شويه يقعدوا عليه، اقعد اضحك معاهم شويه، انا غشهم شويه، عشان احسسهم ان انا صاحبتهم، ان انا مش متحكمه، ان انا ما بديش اوامر، ان احنا كلنا في مركب واحد، لا ننجى سوا لا نغرق سوا. ولهنا اكون خلصت. ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناه، وسووا لنا تعليق وهنرد عليكم. يلا سلام.